لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1012 لوان كان تفسير قرآني في رزبين وخزمتان فمبست رزامندي رب العالمين وهي وادان مئوي آز السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولخوش ويستان وكلواني رابط جوش لا خزمة دعات بيروزة دابوين رب العالمين دفرم إكوم ربروا داران سيتان بسر هاتيكاتك وبيتان دقوتري انفروا في سبيل الله لبيناوي الله تعالى دربة غزابكا إذ ثاقلتم إلى الأرض. إذ ثاقلتم إلى الأرض وكو باس ماكر كوا وكو كسيك كوا لجيقاك دانشتي أخذ بالي دايتو كسيش بيبلي هستو برو أويان زياتر خوي بعادي دا وبنوسيني زي خوي خوشتر بكو آمادة نبي هلبستيتو نوكر بشر وآمادة نبي هلبستو. أرضيتم بالحياة الدنيا وكل تفسير قاسمي دله أي الحقيرة الفانية أو بوجيان دنيا رازين كواجيان كمو لناودتي من الآخرة لمقابل داكوات جيان دنياتان هالبجاردية أو جيان حقير فانية شتيشي كمو لناوتو لمقابل دا برامبر بآخرتان بزي هشتيا أي بدل الآخر ونعيمها الدائم لمقابل آخرته أو نعيم خوشي بردوامة. وكل تفسيري سعدي ضلي أي ما حالكم حالينغو إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها حالتان وكو حالي أو كسيكوا رازيب وبدنيا هولي تنهال بدنيا ولم يبال بالآخرة اهتمام بآخرتنا ذا فكأنه ما آمن بها وكو أويكوا إيمان بين هنايا. ابن القيم لفوائد ضلي على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها لقدر أويكوا إنسان تن روي لدنياي وتن رازي لو دنياي يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. كواتا لقدر أويكوا لدنيا رازي لقدر أوي روي لدنياي يتر قلبي قرصة لأنزام داني الطاعة كانوا لطلبوا لبأداء وكدني باداشتي آخرت. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. خوش كان دنيا مقابل بآخرة هي سنية تنهاشتش كم نبي. وكلا قاسم دل أظهر في مقام الإضمار لزيادة التقرير كواتا نافر فما متاعها في الآخرة إلا قليل ناوي دين توديسان متاع خوش كان جياني دنيا كأنقو بيرازينا برامبر بآخرة كوات كإظهاري دكا لبو زياتر رون كرنوا أي فما التمتع بلذائذها كواتا راب واردنو تمتع كردن بلا بخوشكان دنيا مقارنة في الآخرة مقارنة بآخرة أي في جنب الآخرة أي إذا قيست إليها كوات خوشيكان لذتكان دنيا مقارنة بآخرة ذا قال قياس بكري. وفي هذه تسمى في القياسية لأن المقيس يوضع بجانب ما يقاس كواتا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة أو في قياسية كواتا جياني دنيا أجر قياس بكري لقى الآخرة هي سنية إلا قليل أي مستحقر لا يؤبه له. أجر خوش يكاني همو دنيا هكذا فرمي خوش كان دنيا واتا أجر كسك همو دنيا أيوي بي مقارنة نك يعني كسيشاتك كسيك هم دنيا أيوي مقارنة بآخرات هي سنية إلا قليل زور كما مستحقر لا يؤبه له شتأتي زور كم وحقيرة
هیچ احتمام پێ نادرێ مقارنەتەن بۆ خۆشیەکەوە لە قیامەت چاوەڕوان دەکات. لە تەفسیری سعدی دەڵێ أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور خواهی گەورە عقلی پێ نەبەخشینە بۆی کەوا کار و کردەوە با بڵێن شتەکان پێ هەڵسەنجێنن و ئەیها ئەحق بالئیثار خواهی گەورە عقلی پێ نەبەخشینەکەوە دووشتان لە پێشە کامای هەڵبژێرن کامەی هەڵبژێن عقل ناڵێ ئەکرد کامەی باشترەوی هەڵبژێرن مەقسەد لە دنیا و لە ئاخرەت أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها أدي أو دنيا لسرتاكي حتى آخري لا نسبة لها في الآخرة راح استيقظ تماشابكي دنيا لأولها حتى آخري كم روجيان حتى دمري مقارنة بويك ولا آخرة لبوي آما ذكرها هي نسبة نية فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا يعني مقدار عمري هل يقلي مكة وزور كرتة لو دنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها يعني أو صالحون ما تشي بيك أو غاية كوا هيز غاية لو يبرسترد نبي فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار سبحان الله إنسان عجيب إنسان كوا سرد زاني إنسان صالح كما كوتاي بيدي أو همو خمو هولداني خوي هل حدودي أو دنيا كرتو كما بيتن كوكودال المملوء بالأكدار بري ناخوشيا سبحان الله بري ناخوشيا بري اشتي خطرناكو بري اشتي كوا خوشي أو دنيا دليتك دادا زول عجيبة فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة سر رأيك واتان لذكاء سعقلك واتان لذكاء أو دنيا كما هل بجيرا بسر أو آخرتي الجامعة لكل نعيم أو آخرتي أو بهشتي كوا هم خوشك انتدا التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أو بهشتي كوا أوي نفسد اجتهادك أوي تساو بي خوش بيبيني هموي تدا لسروي أوش وأنتم فيها خالدون حتى اجتداد منينوا فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه والله أو كسيك إيمان لذي يجير بقد دنيا هل نابجي لسا الآخرة ولا من جزل رأيه وهروها كسيك أجر خاون رأيه شي راس تدرس بي وعقله شي سليم بي والله أو دنيا هل نابجي بس الآخرة ولا من عد من أولي الألباب أو كسيك وابا بزيرك تجمير دري والله أو كسا دنيا لسا الآخرة هل نابجيري وكل حديث ذاك إمام الترمذي رواد كريم مستورد كري شداد أخوي لراز دفرم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي ما الدنيا في الآخرة دنيا برامبر بآخرة سيا نسبي دنيا برامبر بآخرة سندة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع سبحان الله ونمونا جواني دفرمي وكو أويا يقلنقو بانزيتشي لنا وبحريك دابني فلينظر بماذا يرجع بعد مشاكا كاتك ودس لبحرك درديني أو تراتيك وبنزي ونساء أو تراتي وبنزي ونساء مقابل بو بحريك لبيشيتي آخر أو مقارن ذلك لقاهم بحرة سبحان الله كوات الدنيا برامر بآخرت نمونيك مالو دينتو يك بدا يك بسط يك بهزار نا أو تراتي ببنزي ونساء مقابل ببحرك يتسنده هل نسبك لنيواني أني سبحان الله معقولة أو تراتي هالبجير واز لو بحر بيني براستيت كسيشي خاون عقل أو كار أنزام نادا زهل باشان وكو قاسمي دليت توعد تعالى من لم ينفر إلى الغزو زا أخوة يقول حرشة لو كسان دكا كوا فعلا بانقوازي الله تعالى وبيغنبركي صلى الله عليه وسلم والله مندنو بدرتون لبو غزو كاتك كوا فرمي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما أجر درنسن أجر بوشي ويدرنسن لبو غزا أو عذابك بإيش وآزار تانددا ويستبدل قوما غيركم كساني تشيدي كذا قور أنجو لا دبال صروي زويو كساني كذا انتزي جانجو ولا تضروه شيئا هي زررش ناتوان بخوا سبحانه وتعالى ببيغمبركي صلى الله عليه وسلم بديني خوا بقينا والله على كل شيء قدير الله تعالى بتوانا لسرها مشتاق
إمام رازي دليل لمناسبة بين أوآت أو بيش خوي أن الله تعالى لما رغبهم في الآية الأولى في الجهاد كاتك ولا آتية كم خوي الترغيب عندك مسلمان هاند دا لبو جهاد كردن بناء على الترغيب في ثواب الآخرة ويكوا ترغيب عندك هاني عند بوي أو جهاد باداشت آخرتي تدا أو لآت بيشتر رغبهم في هذه الآية في الجهاد بناء على أنواع أخرى من الأمور المقوية للدواعي كواتا لدواعي ولا آت بيشتر ترغيب يعني كل بو جهاد بوي كوا أزر باداش آخرتي تدا لو آتش بسيج زور لزور كاين ترغيب عندك لو كوا داعيا بقوة تربي لبو جهاد كل بيناي خواي قولا كأويش يكميان يعذبكم عذابا أليما أجر جهاد نكن ويستبدل قوما غيركم قسانش كهلا بجيري خواي قول لغيرين قود قوري ولا تضروه شيئا هيتس زررش ناتوان بقينا بالله تعالى ببيغمبرك صلى الله عليه وسلم بدينك ابن عاشور دلوا أيضا فهذا وعيد وتهديد براستي وآتا هرا شيخ خواي قول دمان ترسيني عقب به الملام السابق كي بيشترش هرقلي وما لكم يتل دواء أو قلية دفرمي لأن اللوم وقع على تثاقل حصل قلية كرسر أو قرساتي وقالب قراني كوا مقابل لابو جهاد درنسون ولما كان التثاقل مفضيا إلى التخلف عن القتال كاتك وقالب قرانبون دبيت ماي أو كوا تخلف بكو نسي جهاد بكل بيناي خواي قورا صرح بالوعيد والتهديد يترخواي قورا ليردا بأشكرا باز لحرشة دكا دمان ترسيني إن يعودوا لمثل ذلك التثاقل أجر ديسان زارش كفرمانتان بي بكريو ديسان نرونو درنسنو خوتان بعد دابنو سينن أو أخواي قوري حرشتان لذكا إلا تنفروا أجر درنسن يعذبكم عذابا أليما عذابش بإيش آزار تانددا وكل السعدي ضلي عذابا أليما في الدنيا والآخرة اگر درنسن كاتك وفرمان تام بي بكري دربتسن درنسن لبيناي خواي غزانكن عذابش بإيش وآزار تاندا لدنيا والآخرة فإن عدم النفير في حال الاستنفار كاتك وإمامي أمت داوان لذلك دربتسن لبو غزاكن لبيناي خواي قورا كسانك درنسونيا من كبائر الذنوب لقنا هر قورا كان الموجبة لأشد العقاب أو جناها قوريه كوا تاورواني خرابترين عقاب دكري لما فيها من المضار الشديدة لبروي درنسون كاتكوا إمام داوا دكا كدربتسن أوان درنسن عذابش بآزار تاورواني كالبروي درنسونيا تندين زرري لدكوتوا فإن المتخلف قد عصى الله تعالى أو كوا درناسي طبعا أو سربيس فرماني خواي قوريكر وارتكب لنهيه أو قدغ كراوي كخواي قدغ كري أو هاد أنزامي ده ولم يساعد على نصر دين الله نبوة يارمتي درق لبو نصرت كردني لبو بصر خصني ديني خوا ولا ذب عن كتاب الله وشرعه دفاعي لكتاب خواي قولوا لشرعة خواي قولوا نكرديا ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم يتر يارمتي براياني مسلماني خوشي ندى لسر دجمنكانيان أو دجمنيك يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم أو دجمنيك ديويل لرقو رشالو دريان بينيو دينكي نهيلي وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان كواتا يقلز الركانش أو كسك كذا الناسي أواني إيمانيان لاواز أواني جدين اقتداء بيذا كان بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله ولو أنا شاب بتماي أواني كدريش سوينا كدبيني كسانك در ناس أوانيش معنوياتيا ده بزي فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد يتر مستحق أو كسيك ودرنا سيكاتك أخواي قور فرمانك كدر بتسن شاني أو هرشتون ديبي أجر درنسن يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم كسانيش كذا قور أخواي قور بانقو وكل قاسم أي لنصرة دينه لنصرة نبيه وإقامة دينه كسانيش كتا تانغورتو بكسانش كاوان بين بيغمبركي صلى الله عليه وسلم بسر بيخنو دينكي إقامة بكن وكل سعديش دل ثم لا يكونوا أمثالكم أوانا أجر خواي قولا كسانش كبين تزيغانغو وكونغو نابنو هاو شيوينغو نابن ولا تضروه شيئا
وكاتێکیش کە ئەنگۆوا دەکەن و دەرناچن ناتوانن زەرەر بەخوا و بە دینی خوا بە پێغەمبەر بگەینن لأنه الغني عن العالمين وەکو لە قاسمی دەڵێ الله تعالى بێنیازە بەرامبەر هەموو خەڵکی ئەی وئینەما تەضڕون ئەنفوسەکم بەڵکو ئەوەی کەوا زەرەری لێدەن تەنها زەرەر لە نەفسی خۆتان دەدەن. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أي لا تضروه لأن الله وعده بالنصر ووعده كائن لا محالة. أو هاج قلت لها كوا لا تضروه واتنات وانزرر ببيغمبر بقين صلى الله عليه وسلم بروي خواهي قورا وعدي نصرتي بيدايو وعدي خواهي قورش إلا جيب زيدة بأنقو درب سنيان درنسن ولا تضروه شيء وكل سعدي ضلي فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته. الله تعالى كفالتي أو كرك دينك خوي هر بسر ديخي كلمة خوي هر برز دكاتوا فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهرية إتر فعلا زيب كان فرمان خوي جورا يان لبشت خوتان بزيب زيب خوي جورا نصرتي دين خوي بيغمبرك خوي هذا والله على كل شيء قدير. الله تعالى صار هموش تيك بتوانايا لسر اويك عذاب تام دا لسر اويكوا انغو بغوري بكسانش كلا لسر اويكوا ديني خوي بسر بيخي اتر اوش بابلين وكو هرشيك الكوتايات كذا دفرمي عندك دزان عند فنون بربومي واتويا لزوم اجابه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دعا الى الجهاد كواتا لازمه لبربومي واتوي لوردجيره كاتكوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمان دك دربسن بيوستا وڵامی بانگواز پێغەمبەر بدێ وكذلك من يأتي مثله في دعاء الأئمة وهروە ئەوانەی کەوا دەبنە خەلیفە و ئەئیمەی مسلمانانیش بە هەمان شێوە کاتێکەوە فەرمان بکەن دەربچن پێویستە وەڵامی فەرمانی ئەوان بدرێتەوە. و لە عەذیب النەمیری دەڵێ ئەو ئاتە سرێکی گەورەی تێدا يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما أثره راجع إلى نفسه هر شتێک کە دەیکەی ئەسەرەکەی بەسەر خۆتدا دەگەڕێتەوە فإن كان شرا فهو يجني شرا على نفسه کەواتە ئەگەر کارێک خراپ دەکەی بزانێکەوە بەروبوومێش خراپ لە بۆ خۆت دەجێڕیەوە وإن كان خيرا فهو يجلب الخير لنفسه ئەگەر خەیریش بکەی کاری چاک بکەی ئەو بەڕاستی هەر بە قازانج خۆتەوە دەبی وەکو خوای گەورە دەفەرمی إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ئەگەر چاکە بکەن ئەوە لە بۆ خۆتان چاکە ئەگەر خراپەش بکەن هەر بەسەر خۆتان دادەشتێتەوە کەواتە خوای گەورە دینی لەسەر کەس ڕاناوەستی دینی خۆی هەر بەسەر دێخی ئیتر هەر کەسێک هەرچی بکات لە بۆ دینی خوا بەڕاستی بە قازانجی خۆی لە دنیا و لە قیامەت تاو دەبی ئەوەی کە ناشیکە باش بزانی زەرەرمەندی حەقیقی هەر بەخۆیتی نەخوا سبحانه وتعالى نە پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم نە دینی خوا زەرەریان پێناگا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.